تحية بعد الإخوان. صراحة التبرع بالدم فيه واحد الفوائد زوينة للإنسان شخصيا. الإنسان اللي كيتبرع بالدم راه كيفيد النفس ديالو، كتعاود تجدد الدورة الدموية. منها عاوتاني كنعاود نساعدوا الناس اخرين محتاجين للدم. كاين عندنا بزاف ديال الاشخاص في ذوي احتياجات لهذا الدم هذا. فاحنا الحمد لله كنتبرعوا فوقت ما جاتنا الفرصه، وكل مده ديال 3 شهور كنجيو نتبرعوا. وشكرا. دابا غادي نقول لهم تبرعوا بالدم. الاجر ديالكم لمولانا، وراكم كتساعدوا واحد الناس كبار ولا شباب ولا اطفال صغار بهذا الدم هذا اللي كتعطيو. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تفعيل الشراكه ديال جمعيه إفسان التكافل والتنميه مع مندوبيه الصحه الاقليميه هنا بالمدينه، وفي اطار الخصص الكبير اللي كيعرفوا المخزون ديال الدم في المستشفيات ديالنا، فالحمد لله جمعيه إفسان واكبت ودأبت على انها تنظم هذه الحمله ديال التبرع بالدم، اللي في الحقيقه كاين معها واحد التفاعل كبير. المغاربه الحمد لله القلوب ديالهم مقبله، هما ناس مقبلين وراغبين في انهم يديروا هذا الفعل اللي هو من قمه فعل الخير، لانه واحد النوع من اعطاء الحياه الناس لهذا الخصائص ديال هذه الماده الحيويه اللي لا يمكن اننا نحصلوا عليها الا بهذه الطريقه ديال التبرع بالدم. وفي هذا الاطار كنشكروا جميع المتعاونين ابتداء من الاطر ديال الصحه اللي الحمد لله حتى هما واقفين وفاعلين، الاطر ديال الجمعيه، الناس المتطوعين، الحمد لله زعما كاين واحد التجاوب كبير. كنطلب الله سبحانه وتعالى على ان هذه المبادره تكرر من هيئات متعدده في المدينه، وهذه راه النسخه الثانيه ولله الحمد. للجمعيه حريصه على انها تنجحها بجميع الوسائل، خصوصا بعد هذه الجائحه اللي عرفتها البلاد. كنطلب الله تعالى انه يهزها علينا، وانها تكون اخر عهد لنا بها، وان الله سبحانه وتعالى يوفقنا لمثل هذه الاعمال اللي فيها واحد النفع يتعدى النفع ديال الانسان هو راسه، ولكن ينفع بها غيره من الناس. والشعار كان واضح في الحملة، وهو جدد حياتك بالتطوع، جدد دماءك بالتبرع. ففعلا التطوع هو نوع من جديد الحياة، والتبرع هو نوع من جديد الدماء، فينتفع الإنسان لنفسه وينفع غيره. فنسأل الله تعالى أنه يقبل منا هذا العمل، ويكون من الأعمال التي تتكرر ويتحقق نفعها لنا ولغيرنا. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.